السلام عليكم ورحمة الله. رد علي المسمى الزفزافي قبل قليل في فيديو مصور. رد علي برد الجاهلين الذين إذا قيل لهم اتقوا الله كما قال الله عز وجل، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. ومن ثم فلا خير في قوم لا يتنصحون ولا خير في قوم لا يقبلون النصيحة. أخي الزفزافي، نصحتك ولم تقبل، بل رددت علي بما يعني يؤذيك قبل أن يؤذيني أنا. فأنا أقول لك بما أنك تحب أن الكلام بوضوح وبدون صراحة وأن تسمي الأسماء بأسمائها كما قلت، أنا أقول لك أيضا بكل صراحة: لست أهلا لقيادة اثنين، فضلا أن تقود حراكا. مستواك العلمي، مستواك الفكري، مستواك السياسي، مستواك الكاريزمي صفر. ومن ثم فأقل ما يقال فيك ما ذكره بعضهم: ومن يتخذ الغراب له دليلا قاده إلى جيف الكلاب، أو يمر به على جيف الكلاب. وعلى هذا الأساس فأخشى أن تكون ذلك الغراب الذي يقود معجبين، ربما وأنا أعلم أن هناك من المعجبين بك من ليسوا كذلك، ربما يأتون لمجرد الفرجة ولمجرد التلذذ بالخطاب الشعبوي الذي لا قيمة له. أما الذين هم معجبون بك حقيقة فهؤلاء أنصحهم بأن اتخاذ الغراب دليلا هو قائد إلى الجيف بكل تأكيد. قلت وقولك كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قلت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم كذا العالم يأتي أبواب السلطان، أو كما قلت ذكرت قال: فاعلموا أنه لص. أنت أعلم أن هذا الحديث ضعيف أولا، وقد ضعفه الشيخ الألباني، وأنصحك بأن ترجع إلى الضعيف الجامع الحديث رقم 500. وثم بعد ذلك أحب أن أذكرك بهذا الحديث الضعيف، وأنا أستغفر الله عز وجل على شرحه لك، لأنه كما يقول أهل الحديث: التأويل فرع التصحيح. وأنا إذ أؤول لك أعلمك فقط ولا أصحح الحديث. والحديث يقول: إذا رأيت العالم يخالط السلطان مخالطة كثيرة فاعلم أنه لص. إذا رأيت العالم يخالط السلطان مخالطة كثيرة فاعلموا أنه لص. هذا هو الحديث الضعيف، وهذا الذي بنيت عليه ما بنيت. فاعلم أيها الأخ، وأقول الأخ، اعلم أيها الأخ الزفزافي أنني الحديث يقول: إذا رأيتم العالم يخالط السلطان مخالطة كثيرة. لم أخالط السلطان لا مخالطة كثيرة ولا مخالطة قليلة، هذه واحدة. ولم يحدث أنني وقفت على باب السلطان، سواء محمد السادس حفظه الله، أو والده الحسن الثاني رحمه الله، أو جده محمد الخامس رحمه الله، هذه واحدة. لم يحدث أبدا أنني طرقت باب السلطان، هذا المتربي على عرش أجداده أو أبوه أو عرش أو باب أبيه أو باب جده، لم يحدث البتة، هذه واحدة. ثانيا، الحديث ليس على إطلاقه، الحديث لا ينهى أن يدخل العالم على السلطان. فإذا كان النهي عاما فمن يدخل على السلطان إذا لم يدخل عليه العالم؟ ودخول العالم فيه الخير وفيه الوعظ وفيه الإرشاد وفيه الهداية وفيه 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 وفيه. هل تريد أن نترك كل من هب ودب من غير العلماء يدخلون على السلطان؟ ومن أين يأتي بالنصح إذا لم يأتي؟ ومن أين إذا لم يكن له مستشارون من أهل العلم وحتى ينيروا طريقه وحتى يرجع إليهم ويهتدي به؟ ولكن ومع ذلك أقول لك: السلطان شرفني ودخل علي مسجدي، ولم أذهب أنا إلى السلطان إلى قصره. السلطان شرفني وأنا ممتن له غاية الامتنان، وهو بخطوته تلك خطوة شجاعة غاية في الشجاعة، بحيث يصلي خلف رجل قضى وراء القضبان 8 سنوات ظلما وعدوانا، وهو يعلم حفظه الله أنه ظلما وعدوانا. ومن ثم جاء لإعادة الاعتبار ورد وجبر الضرر وإعادة الاعتبار، حفظه الله ورعاه. ومن ثم عليك أن تفرق بين سلطان يأتي إلى المسجد العالم وبين عالم يذهب إلى باب السلطان. أنت لا تفرق بين هذا وذاك. فهل تريد مني أنه إذا جاء الملك إلى يصلي في مسجد أقول والله يعني قال الزفزافي فإنه لص؟
أنت مجنون أهبل أحمق ماذا تكون؟ ولذلك وأقول بملء فيه: لقد كانت صلاة الملك في مسجدي تشريفا لي غاية في الأهمية، وأنا مدين لملك المغرب محمد السادس بهذه الصلاة، يعني مدين له بكل التقدير وبكل الاحترام. أما أن أكون عالم البلاط فأنا أتحداك أصلا أن تشرح ما معنى البلاط، لأن ثقافتك الضحلة والهشة لا تمكنك من تحليل المصطلح أو من إدراك معناه. وكيف تدرك ذلك وأنت تقول عني بأنني دخلت مزبلة التاريخ؟ أنت يا أخي الزفزافي لا تحسن أن تجر المضاف إليه وتنصبه نصبا يضحك عليك صغار طلبة العلم. فعاش من عرف قدره، والتم وانكمش، وكما كنقول المغرب دخل سوق راسك أفضل، فإنك قد تحملت مسؤولية لست أهلا لها، وأنك أعيد القول لربما تجر بعض الناس إلى جيف الكلاب، والله من وراء القصد والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. علمت اليوم جريدة عرب بريس أن الشيخ محمد الفيزازي بعث اليوم رسالة قوية إلى زعيم الحراك الشعبي ناصر الزفزافي، وجاءت الرسالة كالتالي: بسم الله الرحمن الرحيم. إلى السيد ناصر الزفزافي، السلام عليكم وبعد. بما أنك أصبحت الآن رمزا للحراك في الحسيمة، وبما أنك تعتمد في خطابك النص الديني، وبما أنك كسرت جميع الطابوهات، وبما أنك عاهدت الله تعالى على الموت في سبيل شعبك، وبما أنك بلغت من الجرأة مبلغا حتى بت تخاطب ملك البلاد كما تخاطب واحدا من حارات المدينة، وبما أنك تتحدث عن أهلنا في الريف كما لو كنت تتحدث عن دولة محتلة من قبل المملكة المغربية، وبما أنك تصف كل من له رأي مخالف لرأيك بالمنافقين والخونة إلى آخره، وبما أن راية الوطن مغيبة عن المشهد بين يديك فضلا عن صور الملك رمز الوحدة الوطنية، ثم وبما أن الدين النصيحة، فقد أحببت أن أوجه لك كلمات أخ في سن أبيك مشفق عليك وعلى من يتحلق حولك من المعجبين بحماسك واندفاعك. أخي الزفزافي، اسمعها مني خالصة لوجه الله. المطالب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية مطالب مشروعة لا يختلف حولها اثنان ولا ينتطح فيها عنزان، وفي ذات المطالب في كثير من مناطق المغرب، فدفاعك المستميت عن حاجيات الريف العزيز تحديدا في تجاهل تام لحاجيات أهلنا في الأطلس والسوس والشرق وباقي المناطق يجعل خطابك انفصاليا بلسان الحال ومفهوم المقال، وهذه عنصرية واضحة. لا تغتر بنصرك المبين على الدولة، فالأمر أعمق مما تتصور. حلم بكسر الحاء. الدولة ليس جبنا ولا خوفا منك، صدقني الدولة تنظر بعيدا جدا إلى الموضوع بالطول والعرض، ولا حسابات استراتيجية أعمق مما تذكره أنت. وأنا هنا لست ناطقا باسم الدولة، لكني ربما أعلم ما لا تعلم. خطابك الديني حجة عليك وليس لك، فالدين الحنيف يأبى التفرقة ويجرم الخروج عن السلطان ويدين مفارقة الجماعة، والجماعة هنا شعب المغرب من طنجة إلى القويرة، وليس شعب الريف وحده كما تدعي. فلا فرق بين ريفي وجبلي وسوسي وحساني وذكالي وعبدي وغيرهم من المغاربة في المواطنة. وصفك للجيش والدرك والأمن والمؤسسات بكلمات حاطة من التقدير والاحترام عيب منك لا يليق بك. اعلم أن المغرب لا تنجح فيه ثورة ولا يفلح فيه انقلاب لاعتبارات موضوعية متعددة
رغم وجود غير قليل من الفساد والاستبداد. إمارة المؤمنين، وحدة المذهب، عمق الانتماء إلى الإسلام، حب الشعب لملكه بما فيهم أهل الريف، إجماع علماء الأمة على وجوب وحدة الصف ونبذة الانشقاق، كل ذلك يجعل صراخك وصياحك من غير طائل، وأشبه ما يكون بالضرب على حديد بارد. هل ترى بجانبك أخي الزبزافي علما واحدا؟ هل ترى بجانبك أخي الزبزافي عالما واحدا؟ الحقيقة ولا أحد. فكيف تتوهم النصر على دولة وأنت عار عن العلم والعلماء؟ فلا تتحدث عن الشهادة والثبات، ولا شيء من العلم ولا أحد من العلماء يساندك. تعقل يا أخي واغتنم الفرصة. فقد أرسل الملك رئيس الحكومة ووزراء ذوي صلة للحوار وتنفيذ مطالب الساكنة المشروعة، فلا داعي للفتنة واللعب بالنار. وفي الختام أحيي شباب الحسيمة المتحضر الذي أبان عن وعي لمخاطر الانفلات، وأظهر للقريب والبعيد رقيه وتألقه وانضباطه بتفويت كل الفرص على أعداء الوطن والمتربصين بأمنه واستقراره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. محمد فيزازي، رئيس الجمعية المغربية للسلام والبلاغ، طنجة، في الخميس 28 شعبان 1438 موافق 25 ماي 2017. قبل ما تدخلوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم. وما فيها باس الا خليتو شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم، اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.